أينما كنتم أسعد الله مساءكم في هذا العدد الجديد والأخير من حسكم استاد النهار الذي يصادف الجولة 30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي توج بها اتحاد العاصمة مثلما خصصنا له عددا خاصا الاثنين الماضي. اليوم العدد سيكون خاص بفريق بطل هو الآخر حقق إنجازا كبيرا، فريق شبيبة الثورة صاحب المركز الثاني المؤهل لرابطة أبطال إفريقيا. نسعد وإياكم باستضافة محلل البرنامج مصطفى كويسي. مساء الخير كمال ومرحبا بضيوفنا تاع الجنوب. أكيد اليوم عندنا ضيوف من نوع خاص، فريق زارنا لأول مرة من الجنوب. أيضا نبدأ بالرئيس محمد زرواطي رئيس الشرف وأيضا الناطق الرسمي لفريق شبيبة الثورة. سي زرواطي مرحبا بك. نشكر قناة النهار على هذا الاستضافة. وأيضا معنا من مهندسي هذه المرتبة الثانية محمد وليد تيبوتين، مرحبا بك. شكرا قناة النهار على الاستضافة هذه وحسن الاستقبال. وأيضا اللاعب معزيز المتوج بكأس الجزائر مع شباب الوزداد، واليوم نقول إنجاز آخر مع شبيبة الثورة. نجيب مرحبا بك. الله يسلمك خويا، نشكركم على الاستضافة. إذا اليوم سنتحدث حول إنجاز فريق شبيبة الثورة. هذا الفريق ربما ليس كبيرا من حيث السن لأنه عمره 8 سنوات فقط، لكنه كبير بأنصاره وأيضا بالإنجاز الذي حققه باعتباره أول نادي من الجنوب سيمثل الجزائر، جنوبنا العزيز الذي سيمثل الكرة الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا. لكن قبل ذلك سنستوقف عند محطات الجولة 30 والأخيرة وما حملته نهاية هذا الأسبوع بعد الجنجل. لم تحمل الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى الكثير من المفاجآت باستثناء سقوط اتحاد البليدة رغم فوزه أمام البطل اتحاد العاصمة. 3 نقاط لم تكن كافية بعد تعادل سرع غليزان أمام اتحاد الحراش. اللاعبين هذوما خانوا الفريق وهذو ما خانوش هكاكو برك، عندهم ناس راهم هنا مكوفرينهم. فريق من 25 سنه ما يلعبش في القسم الوطني الاول، بغينا يقعد في القسم الوطني الاول باب يعني بوسائل قليله. نطلب من جميع محبين الانصار محبين الفريق باه يلتفوا حول الفريق. لعبنا على الاعلام تاع غليزان، هو الاعلام تاع غليزان لعبنا عليه الحمد لله يستاهل، احنا باش نلعبوا عليه ونحاول نبذلوا المجهودات تاعنا. صراع والمرتبة الثانية حسم لشبيبة الثورة العائد بفوز من وهران على حساب الجمعية المحلية، في حين فشلت الشبيبة القبائلية في الفوز على الحمراوة. لقاء انتهى بالتعادل السلبي وعلى وقع تصريحات خطيرة للرئيس محمد شريف حناشي. دوخا دارنا لا بريسيون باش نقولوا له كي قلنا له، من بعد خرج في فيسبوك تاعو يسب لي ديريجون ودوكا او يحلل يقول الملكه زلاف لا افيك موان كو سا جو في سيني. شوف كان يعني سب لي ديريجون من بعد كاش النف هذا يروح ولا. اول ماتش تاعي بديته هنا في الاستاد، وهذا اخر ماتش يعني الحمد لله يعني جدت على حسب النيه الحمد لله، يعني بارك الله فيهم ونحب نشكرهم يعني لأن الشيء هذا يعني فرحني جدا. باقي المباريات كانت شكلية وعرفت تعادل العميد والوفاق في مباراة مشحونة لأسباب مجهولة انتهت وسجلت فيها 4 أهداف. اللي يربح يدير ديكا واللي يخسر يدير ديكا. وين رايحين بالعقليه هذه؟ وراك تشوف الناس ما كفاناش يعني المهازل اللي انا نديرو فيها في البطوله، نزيدو نديرو امور كيما هذه. عيب وعار. شباب الوزداد وشباب قسنطينة نجحا في العودة بالفوز من تجنات والأربعاء، وحسم التعادل السلبي مباراة نصر حسين داي بالضيف مولودية بجاية. تلقيكم. إذا كانت هذه الجولة 30 والأخيرة مصطفى كما كان منتظرا، سقوط ربما فريق اتحاد البليدة سقوط مر، ونجاة في نفس الوقت فريق ساري غليزان. لا هو كان تشويق يعني فيما يخص الفرق اللي تسقط، لأن قلنا المصير تاعهم كان أولا بين أيديهم. غليزان لازم تحقق نتيجة ولو تعادل، وهذاك هو اللي لحقت له المبتغى تاعها. وبليدة يعني رغم أن ربحت غير كافي، وبالتالي أنا نظن غليزان يسحقوا البقاء
خاصة يعني في المشوار الأخير. فيما يخص الآن مقدمة الدوري، أنا نظن شبيبة الثورة كنا قلناها من قبل، كانوا من أحسن. مصطفى، قبل الحديث عن شبيبة الثورة، ربما الشيء اللي ما فهمتوش، فريق مولودية الجزائر ووفاق سطيف مباراة شكلية تنتهي بعنف، ما فهمناش. والله هذا على بالك علامة استفهام، يعني عندما تعرض فريقين ما عندهم ما يربحوا ما يخسروا في المباراة كما أنا نقول ممكن تشكيلية يعني مباراة كما، ولكن عندما نسمعوا يعني والصراع في نهاية المباراة نتأسفوا مرة أخرى، لأن هذا الشيء ما راحش يخدم الكرة، ما راحش يخدم الفريقين، وخاصة المولودية اللي ممكن راح يعني بالتصرف هذا راح تروح للويكلو. أما نرجع لك يعني في مقدمة الترتيب، بون اتحاد الجزائر قلنا باللي باطل بجدارة يعني، ويستحق هذا التيتر. أما شبيبة الثورة كنا قلناها من قبل أن كانت في أحسن رواق لكسب هذا المباراة رغم تعطلها يعني مع شباب الوزداد اللي كنا قلنا يعني، لكن في المباراة الأخيرة حقه، ولكن حقه يعني في حتى المباراة تاع جمعية وهران كان فيها ضغط كبير مثل ما قلت لي نجيب معزيز ضد جمعية وهران. مباراة كانت مصيرية لكم انتم ثانيك. كانت مصيريه وين كانت سيرتان بريسيون باسكو كنا نتنافسوا مع شبيبه القبائل على المركبه الثانيه، والحمد لله وين حققنا الاهم، كنا قادرين نفوزوا بنتيجه عريضه الحمد لله، هنا حققنا الاهم وهذاك هو البليز امبورطون، تحصلنا على المرتبه الثانيه. المرتبة الثانية سي محمد زرواطي، كنتوا تنتظروا فيها، حققتوها كهدف ولا جات مع مرور المباريات؟ في الحق في ملي كنا في الدوبي دلاني كنا مني شفنا لو ستاج وشفنا واش درنا في اللي كنا بريبارينا في تونس، تما عرفنا باللي عندنا ان بون جروب، كاين فريق، وبلا في مرحله العوده عرفنا باللي نقدروا نمشوا للبوديوم. تيبوتين انت في التيرا ما تحشمش، لكن في الاستوديو راك خجول نوعا ما ناحيه الخجل. ربما في اول موسم لك مع فريق شبيبة الثورة في القسم الوطني الاول، هل كنت تنتظر انه تؤدي موسم كبير هكذا وايضا ينتهي بالمرتبه الثانيه؟ سي فري، هي ما كنتش نتوقع هكذا. او ديبي جافي كالكو ديفيكولتي كي جيت سينية الفريق، سي تو افي نورمال، شغل نو جوار جديد. الحمد لله صحابي لي زونسيان ولي جوار كامل القدم كامل شغل سهلوا لي المأموريه الادابتاسيون تاعي مع الخدمه ولي سيريي، ونشكر المسيرين الطاقم الفني اللي داروا فيا ثقه، والزملاء تاعي كامل عاونوني. الحمد لله قدرت نقوم من الواجب تاعي، لهذا شغل سي ان ديفوار عليا نديفوندي لي كودر هادي وجو مي دون افون. الحمد لله. سي زرواطي، وهذا هو السر ربما تاع قوه فريق شبيبة الثورة، اسماء ربما مثل تيبوتين، مرباح مصالة، وايضا زيزي حمار والبقيه، وراه السر كيفاش صيدتوا هاد اللاعبين اللي ما كانوش ربما معروفين، لكن اليوم ولاو من احسن اللاعبين في القسم الاول. عارف الصيد، تعرف تصيد ربما، صيد هذا السر. هذا اعطينا السر سي زرواطي. السر واش نقول لك، السر هما لاعبين هادو كاع، واحد الجروب اللي جسنا درنا فيهم ثقه، وكانت النيه تاعنا فيهم، نيتنا هربت لهم، وفي الحقيقه كانوا في حسن الظن وشرفونا وكانوا في المستوى. وانتم ايضا وفرتوا لهم ربما كل الظروف، راح نسمعوا معايير في فريق شبيبة الثورة ربما من الفرق القليله اللي تعطي الامكانيات، ماشي غير في الامكانيات الماديه، لانه حتى شفنا هذا الاسترجاع وايضا الملعب وايضا قاعه تقويه العضلات، ظروف متواجده في الثورة. الحمد لله موفرين الطاقم الاداري، موفرنا كاع الامكانيات، وين جوار هذا هو البليز امبورطون، كي يكون اليز في راسو يريكيبيري مليح، جو بونس يلقى روحو بالك يأدي سيزون اكسيبسيونيل. والانضباط قالوا لي مزيركم القانون الداخلي تاع سي زرواطي، يحكوا كاع عليه، قال لك واعر. هي نيمبورت ليكيب عندها قانون داخلي، مي الحمد لله احنا هذا القانون الداخلي نحترمه، والحمد لله مشينا عليه ونجحنا به، وان شاء الله نكملوا عليه ان شاء الله. ايضا شفنا انه الفريق هذا الموسم عكس ربما الموسم فريطه، ما كاش حاله انضباطيه، لاعبين حبوا وقفتوهم في وسط الموسم ولا مجلس التاديبي باستثناء لاعب ولا اثنين. نقولوا هذيك اللي قلت زرواطي عنده انضباط شديد، وهذه شوف هما ما تلقاش في الجروب، الحمد لله هادو كاع ما لقيناش معاهم مشاكل، ما وصلناهم عمرهم، راهو عندنا في عام ما فوق السلام ولا ما فوق السلام تلقى دو باساج في تونال ولا في لونترينمون ما لقاش، بس تلقى لاعب ولا زوج ولا ثلاثه هو يحوس لك على المشكله، هو يخلق لك المشكله، هو اللي يحوس باش يدير لك مشكله.
لا غالبا لابد تدخل معه في صراع. وهذوك اللاعبين ما هذا العام ما جبتوش منهم بزاف في شبيبه الثوره. اذا الحديث راح يكون طويل. راهو كاينين، ما جبناش راهو كاينين. اما عطينا. لا حبيت نزيد نضيف واش قال الرئيس. هي ما تنساش ان الموسم اللي من قبل الثوره عاشت مشاكل كبيره يعني، وحتى يعني الجولات الاخيره يعني باش الفريق. انا نظن باللي وكنت قلتها سي لا وين المسؤولين يعني الفولار تيري شابو. بوركوا باسكو استخلصوا الدروس وعلى هذه اللي قلت لك. حتى الانتدابات اللي جابوهم كانت مدروسه عندما تجيب يعني شبان يعني هكذا، والحمد لله يعني هم عطاو يعني هادو واخرين عطاو هذاك لو بليس، ماشي كيما اللي كانت من قبل وين ممكن يعني كانت غلطات وهاك شفت في وسط. اكيد واللي يعمل هو اللي غادروا الفريق. اكيد واللي يعمل هو اللي يخطأ. الحديث راح يكون شيق وطويل على شبيبه الثوره، لكن قبل ذلك لا باس ان نستعرض اهم محطات بطوله هذا الموسم الذي سميت بطوله العجائب. اعطينا التقرير مصطفى. أسدل الستار على بطولة العجائب بحلوها ومرها. بطولة حملت من المفاجآت ما حملت. بطولة شهدت سقوط 3 لاعبين في فخ المنشطات لأول مرة في التاريخ، وعرفت سقوط أندية أمل الأربعاء جمعية وهران واتحاد البليدة الذي صعد الموسم الفريط فقط. كما شهدت بطولة هذا الموسم عودة شبيبة القبائل للمشاركة القارية بعد غياب 6 سنوات عن الساحة الأفريقية. كما عرفت بطولة هذا الموسم بروز شبيبة الثورة التي ظفرت بالمركز الثاني المؤهل إلى رابطة أبطال إفريقيا كأول ناد من الجنوب الجزائري. بطولة تألق فيها اتحاد العاصمة الذي حصد اللقب السابع في مشوارها، وبالمقابل كانت بطولة للنسيان العميد الذي أنقذ الموسم بكأس الجمهورية، في حين تمكن سراغ غليزان من خطف تأشيرة البقاء في آخر جولة أمام اتحاد الحراشة الذي عاش بدوره واحدا من أسوأ مواسمه في الرابطة الأولى على وقع المشاكل الإدارية والمالية. وصف الموسم الفارط مولودية بجاية المتعادل في الجولة الأخيرة أمام النصرية اكتفى بالصف الخامس، في حين أن النصرية التي عاشت موسما استثنائيا في الكأس حققت المرتبة 11 وتقاسمت أندية وفاق سطيف دفاع تجنة وشباب قسنطينة المراتب 5 و7 و8. بعيدا عن النتائج تراجع لافت في معدل العنف في الملاعب الجزائرية مع تألق في اللوحات الجماهيرية بعدما صنف ديربي هذا العام بالأفضل منذ سنوات طويلة. يلا مصطفى نبداو معاك. ربما نبداو بالحاجه اللي ماشي مليحه من بعد نروحوا للحاجه المليحه. هذا الموسم شفنا ظاهره المنشطات بقوه في البطوله الجزائريه، واش تقدر تعلق لنا عليها؟ هذه الكل رانا متاسفين يعني والصراحه يعني اللاعبين تاعنا اللي ولاو يعني لحقوا لدرجه انك يعني تتناول المنشطات باش يعني تزيد في لابريفورمانس تاعك. هذا شيء ما كناش نعرفوه من زمان وحتى يعني في البلدان المتطوره في الكره ما كاش هذا. انا نظن هذه حاجه ظاهره جديده لابد ان نحاربوها، ولابد ان كل اللاعبين الان بالدرس هذو اللي صرا يستخلصوا دروس اللي صرا. يعني عندما تشوف بالليلي شو ذاك لو طالون اللي الان نظن ضيعناه، حرام والله حرام. انا نقول حرام يعني لاعب كيما بهذاك المستوى راك الان راح وزيد. الان انا نظن هادو يعني لي سانكسيون الصارمه، انا نظن باللي عقوبات صارمه راح تعطي تفكر للشبان كل تاع البطوله وباش ما يدناوش لهذه الطريقه لانها ما راح تديهم الا للهلك. سيد الوطيم ربما ما عانيتوش من هذا المشكل، لكن خديتوا احتياطاتكم من هذه الظاهره، لانه اكيد انه اللاعبين كانت هناك توعيه وهضرتوا معهم على هذا المشكل الخطير اللي راه في الكره الجزائريه. في الحقيقه فعلا يوم يكونوا احنا الستاف تكنيك ديالو طون ندخل الاداره
تقول كلمات على هذه الظاهره، هذا الشيء اللي راه صاري، نوعوهم بهذا الشيء اللي راه صاري. عزيز، شفنا ايضا بطوله هذا الموسم حاجه مليحه، لانه ربما العنف نقص شويه بارابور لي زاني بريسيدون. شفنا ما كاش بزاف اعمال عنف هذا الموسم، حاجه تشجعكم انتم كلاعبين. بيان سور حاجه تشجعنا، وين كي تكون كي تشوف باللي لي سيبورتير يكونوا قايمين بالدور ديالهم في المدرجات بلا عنف، هذاك هو البليز امبورطون. ما حنا يدعمونا كي نكونوا في الملعب، ان شاء الله يكمل هكذا الروح الرياضيه هذه تكون كسوا ما من العام الجاي ان شاء الله تكون، ان شاء الله نكملوا في هذا المنوال باش يتسقم كرة القدم تاعنا تسقم ان شاء الله. مصطفى، عطينا كلمه على شبيبه القبائل، ربما اللي عاد للمشاركه الافريقيه بعد ما عانى الكثير في بدايه هذا الموسم. صافا مع مسيو مواسى القدوم تاعو استطاعوا يحققوا المرتبه الثالثه. اولا نظن باللي والصراحه هذه يعني ممكن نتكلموا عليها يعني بين حناشي ودوخه. يعني انا شخصيا كنت تمنيت يعني ما توقعش اشياء هكذا، حتى رغم يعني انك اللاعب يغادر او رئيس يعني ما يبقاش. هذو الاشياء لابد كانوا يقعدوا داخل البيت تاع شبيبه القبائل وما يخرج هكذا الكلام. هذه انا متاسفت يعني، ماذا بيا خروج احسن من هذا. فيما يخص المشوار الان تاع شبيبه القبائل، انا نظن باللي داروا عوده يعني استثنائيه، خاصه مع مجيء مواسى اللي يعني لعبوا 6 مباريات، يعني 6 انتصارات متتاليه، وداروا يعني تعادل، يعني لا خسروا الا مع الصيف. نظن بلي هذا المشوار يعني من المرتبه اللي كانوا الاخيره مع الاواخر عشاو ينافسوا على المرتبه الثانيه، ونظن مشوار نقدر نقول ايجابي. تيبوتين سقوط فريق اتحاد البليده، انت ربما اللي كنت تلعب ضد اتحاد البليده الموسم الفارط وايضا هذا الموسم، هذا الفريق ربما تشوف انه عانوا كثير مشاكل، تعرف لاعبين تما هذا الفريق ربما مشاكل كثيره ادت انه يغادر الرابطه المحترفه. سي فري، اتحاد البليده كما يقول لك فريق غني عن التعريف، عنده قاعده جماهيريه كبيره. ديبي سيزون هو سي فري كان يعاني بعض واحد المشاكل اللي اثروا على المردود تاع الفريق، وين سنة حتى لا دنيا مينيت وين لي صور ما كانش بين يديهم، كان لازم فريق سارع غليزان يخسر به، هما لازم يربحوا، وسنا بايتي لوكا. ان شاء الله كما يقول لك ياخذوها ليسون ليهم، عبره للمستقبل، اللي يعاودوا يطلعوا في اقرب وقت ويسقموا رواحهم ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق في الرابطه المحترفه الثانيه. سارع غليزان سي زرواطي، قلت لي الفريق لما يصعد تكون عنده مشاكل في الموسم الاول باش يحقق البقاء، انت كنت جست عليها شخصيا، تشوف بلي ايضا لازم كيش يقولوا يصحوا الاخطاء تاعهم الموسم القادم. باش يكون في علمك اصعب حاجه في الرابطه المحترفه الاولى هي سهله باش تصعد الرابطه الاولى، بصح الواعره هي في العام الاول، العام الثاني والعام الثالث. باش تقعد في الرابطه الاولى المحترفه صعيب جدا جدا جدا. لما تفوت هذه ال3 سنوات من بعد ستابيليزا. واحدة من المشاكل اللي عانى منها سارع غليزان وايضا عانت منها شبيبه الثوره ربما عدم الاستقرار في الطاقم الفني والمدربين. سي زرواطي، بعد 4 سنوات علاش عندكم توجور هذا المشكل ما تقارديوش لي ستاف تكنيك؟ احنا عندنا المشكل، احنا ما عندناش المشكل. المشكل يجي من عندهم. احنا لما نشوف مدرب ما يشدش الجروب ما بين يديه، مدرب يلا اعطينا الاسماوات، بدايه بالوافق هكذا اللي كنتوا ضحيتوا به. انا وافق ما نديرهاش حتى في المعزه ما عطاش يحلبها الله غالبها الصراحه. هذه هي يعني نقول لك تشوف لما تشوف مدرب ايضا واش حدث مع سيموندي في بدايه هذا الموسم؟ كنتوا استقدمتوه، كان عامل ربما مليح لكن بعد ذلك غادر. وراه المشكل اللي خلى سيموندي غادر سي زرواطي؟ سيموندي قاعد يخمم فينا غير المال، قاعد يخمم فينا غير في المال. الصباح يجينا على المال والعشيه يجينا على المال. هذا ما قدرناش نتفاهموا معاه على هذه قضيه، تعطيه الدراهم ما تعطيهش غير كيف. وثاني ما بقاش يتحكم في الجروب تاعو، وتشوف فيه يروح يهضر مع جوار بزاف، جوار ما يهضرش معاه بزاف، عنده معالقه مع لاعب بزاف، عنده معالقه ما عندهش مع لاعب بزاف، يحب يلعب لا غير تحسه باللي يحب يدير لك يسم لك الجروب ويدير لك بيستون في الفريق. لهذا خص الاداره تدخل، باسكو كي يدير لك بيستون في الفريق راه يحب يدير لك مشاكل، ولما يدير لك مشاكل واش يدير هو؟ يقدر يهز الكابا تاعو ويروح يخلي الفريق. يلاه باش نكونوا واضحين، انصار شبيبه الثوره يحبوا يعرفوا، ايضا الجمهور الجزائري يقولوا بلي السيد زرواطي ربما يدخل روحه بزاف في الجانب الفني. اليوم عندك الفرصه باش تبين لهم هذه الامور، هل صحيح هذه الحاجه ولا لا؟ وراح يكون عندنا لاعبين اللي حيشاهدوا منا الاثنين. انا في الحقيقه لما نشوف المدرب ضعيف لابد خصني ندخل انا نسلك الفريق. انا
انا ما نحوش على حاجه اخرى المناصره واش راه يقولوا لا، باسكو عندي مشكله بين يديا، خصني نفري المشكله بين يديا. ما هو نستنى الفريق يطيح وانا باش نقعد ساكت ولا واش؟ انا ماذا بيا نلقى المدرب اللي يهنيني نقعد مهني. والموسم القادم لقيته ولا مازال؟ مازال ما لقيتش. وخونا باك مدرب محلي ولا الاجنبي؟ لانه مع الاجانب ما كانش عندكم ربما تجارب مليحه. اسمع لي، انا كان عندنا مدرب في راسي فاتوا عندنا، حضرت الاجتماعات ونكونوا اللاعبين راقدين، اللاعب يشخر هو داير المدرب داير اجتماع، ولما المدرب يجي يهضر في اجتماع، انا كان عندي الا ميشيل كي حضرت له انا في الاجتماعات يقول للاعبين بوم بوم بوم، واللاعب تقول له بوم بوم لا يهضر له. كاين لاعب اللي لا غالب ماهوش عارف، ما عرفش فرنساويه ولا والله ما فهمتوش الاجتماع هذا. انا تلاقيت انا لاعبين اللي يقول لي انتوا فهمتوا؟ يقول لي والله ماني فاهم. يقول لي نشتك مشكل كبير. يقول لي ما سا باس با لونغاج سا باس با. وبصح شكون اللي يحصل فيه كلش؟ يحصل في زروال في النتائج اكيد. زروال تفضل. كلمه هي قبل ما يعني المدربين اللي تعرفهم هكذا هي الاحسن، يعني رايي انا نظن لازم دير خيار يعني الافضل باش ما يطيحولكش مدربين كما راك تكلم. لازم واحد قبل ما يدير، وانا واش راني لاحظت عاد ما يكون المدرب تاعكم الحاله تمشي، مدرب محلي تمشي. هاني شفت كان اسمه كان تمشي، هاو جا هذا قراري مشات. انا العجيب جدا لما تجيب مدرب يكون عندك كونتاكت معاه مع الماناجير تاعه ولا السيمانه انت تخدم وياه، لما يريض يطلع ديريكت من العاصمه يجي للصحافه. هذا عجيب جدا عجيب. دخلها انت وعاودوا يخرجوا الصحافات، خرجها الاعلام يخرجها. هذا الشيء اللي مازال ما فهمناش والله. صح. خلينا نسمعوا مع عزيز، ربما انت كلاعب في الفريق، هل زرواطي يدخل في الجانب الفني رغم انه من رؤساء القلال اللي نشوفوهم ما يريحوش في التونال ولا انه يروح مع المناصرين عادي في ايام المباراه، وهذه شهاده انا اللي كنت شفته في لقاء شبيبه القبائل. نظن بالك كي يتدخل باسكو كي يشوف خلل في ليكيب يتدخل باسكو هو اللي سهر على ليكيب. وكي تكون اداره كي يكون ان كلوب ستركتيري منظم هكذا، المدربين يروحوا يوليو ومام لي جوار يروحوا يريو. بصح كي يكون كلوب هكذا ستركتيري منظم شغل يسهل المأموريه، مام لي يجيو يسهلوا المأموريه. دونك سي ان تو. وليد، ربما تغيير المدربين هذا العام ما اثرش عليكم بدليل انه اديتوا موسم في المستوى، حتى التشكيله الاساسيه ما تبدلتش بزاف. سي فري، هو كما صح صافي دو فوا لي زونترينور راحوا يولوا كما كان يقول الزميلي نجيب معزيز، كما يقول لك المدرب يروح ويجي والجوار يروح ويجي. مي بصح لي كروند اللي حطوهم الاداره لو كان تمشيو عليهم تما الحمد لله ما حش يكون لو كان اللي صار لنا الحمد لله حنايا وين المدرب نجم نقول لك ما اثروش علينا. لا بروف اون تيرميني دوزيام والنتائج كانت بيان الحمد لله. وان شاء الله تطيح في الاختيار الموفق بدايه الموسم حتى نشوفوا الاستقرار. انا على بالي بلي الموسم القادم راح يكون رهان تاعك انه تخلي المدرب من الجوله الاولى للجوله الاخيره. كل ما يبغيش الخير استقرار. ولا كان جا بصح الا كان جا مدرب وما يقدش يعني نعاود نقول له روح. لا غالبا وجودنا. اذا هذه هي الرأي الزرواطي وهذه هي الصراحه تاعو. وصلنا الى نهايه الجزء الاول من استاد النهار. ابقوا اوفياء، نعود بعد الفاصل. إذا نعود بأسماء حضراتكم من جديد إلى الجزء الثاني من استاد النهار. تحدثنا حول شبيبة الثورة، لكن لا بأس أن نشاهد مشوار هذا الفريق في الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. مصطفى أعطينا التقرير حول شبيبة الثورة. إنجاز غير مسبوق حققته شبيبة الثورة هذا الموسم، كيف لا؟ والفريق الذي لا يتعدى عمره 8 سنوات سيشارك في رابطة أبطال إفريقيا متفوقا على أندية تفوقه خبرة وتاريخا. شبيبة الثورة بمجموعة متماسكة يقودها الهداف جالي وقلب الدفاع المتألق معزيز وصمام الأمان جميلي، إضافة إلى المتألق حمار زيزي والمحرك ميصال مرباحة وقلب الأسد بوسماحة والظاهرين تيبوتين والقراعة ومهندس الوسط سايح والسريع زيدي، إضافة إلى بالخير وطوبال والبقية. والفضل كل الفضل يعود لإدارة الرئيس زرواطي التي وفرت كل الإمكانيات للفريق، ناهيك عن دعم أنصار الثورة الذين أثبتوا حبهم وتعلقهم بالنادي. الثورة ب48 نقطة من 12 فوزا و12 تعادلا و6 انهزامات فقط، بثالث أقوى خط هجوم ب39 هدفا وثالث أحسن خط دفاع ب25 هدفا. حققت أفضل مشوار للنادي منذ صعوده قبل 4 سنوات إلى حظيرة الكبار. تحية كبيرة لأنصار شبيبة الثورة.
لمنذ سنوات هم وراء الفريق تاعهم يتمنوا في هذا الحلم، واليوم الحمد لله بتضافر جهود الجميع فريق شبيبة الثورة حقق الحلم الأول تاعو في انتظار إهداء لقب لهذا الفريق. راح نبداو مع عزيز بثالث أقوى خط دفاع فريق شبيبة الثورة كنت في المستوى هذا الموسم. نظن باللي قمنا غير بالواجب ديالنا، ما قمنا غير بالواجب ديالنا، وين بالك لافاز روتور حققنا نتائج مليحه من لا بريمير جورني حتى لا دينيير جورني. الحمد لله هاد العام اللي درناه كاع كراسو جروب وكراس كاع الطاقم الطبي الاداري الفني، الحمد لله عندنا روح المجموعه، وان شاء الله كما يقول لك اون فاز بيان بريباري باش نخوضوا تشامبيونز ليغ. تيبوتين برزت هذا الموسم، كنت اساسي في وقت ربما كانت المنافسه شديده مع طوبال. سي فيري وين انا او ديبي دو سيزون ما كنتش نلعب باسكو 4 ماتش الاولين ما كنتش نلعب، بعدي ان جوار استغليت كما نقول لك الفرصه لا شونس جاتني الحمد لله، سيت نبين واش عندي الامكانيات تاعي ان شاء الله كنت عند حسن الثقه اللي داروا فيها هذا الاداره وعلى راسهم سي محمد زرواطي والطاقم الفني ولي سيبورتر كامل اللي كانوا يساعدوني. هذا كما قلت لك ما سي مون دوفوار باش نمد لو ماكسيموم تاعي. في موسمك الاول التاقلم جاك سهل في بشار، يعني ما كاش مشاكل يقول لك ربما لاعبين تاع العاصمه يجدوا صعوبات لما يروحوا لتما، راك تاكد انت باللي لما يكون لاعب منضبط ولاعب نقولوا جدي ما يلقاش مشاكل في التاقلم. لا كما قلت لك الاداره عندها كما يقول لك داروا لنا حاجات نتبعوهم. الواحد كيما يقول لك يكمل توجور سوا يخدم لونطرينمون سيريو قدام منايا ما يكونش عنده كي تكون ديسيبليني الحمد لله ما كحمكش تلقى صعوبات. يلا سي زرواطي، ربما امكانيات ماديه ولا وضعتوها في تحقيق هذا الهدف، نقدروا نعرفوا ربما شحال رابطه الابطال شحال سقمت لكم، ربما شحال، لانه كثير نسمعوا يقولوا بانه شبيبه الثوره اموال ضخمه، هو فريق جزائري عنده مشاكل ماليه ايضا، شحال ربما البيجي تاع هذا نقدر نقول لك انا ما بين فريق شباب قسنطينه ومولود العاصمه وشباب الثوره 50% شباب الثوره من البيجي تاع هذوك 45% ناقص على 55 ناقص على البيجي تاع شباب قسنطينه ومولوديه الجزائر. الناس اللي عندهم الشركات الرئيس عندها نقدر نقول نعطيو لك الرقم الرسمي، هي عندها 30 مليار، يقول لك سوناتراك تعطي لهم 30 مليار يوصلوا حتى المولوديه حتى لا عطاو لهم 30 مليار سوناتراك برك سون كونتين لي سبونسور. لي سبونسور المولوديه في الميزانيه تاع الموسم التسيير كارثي، لانه استهلكوا حتى من ميزانيه الموسم الجديد مع الاداره السابقه بقياده عاشور بطروني، استهلكوا حتى من ميزانيه الموسم القادم، وصلوا حتى 70 مليار من اجل مرتبه كملوا في المرتبه 14 مقارنه بشبيبه الثوره يقول لك صرف 30 مليار، نقولوا شيء ايجابي. احنا عندنا لحقناها السنه لحقنا بالك 35 50% تاعهم، يعني 50% شباب قسنطينه ايضا 70 مليار. شويه ما يحبش يهضر، لا هي كاين يعني جزء صغير يعني من لو نافور، ونقدروا نشاهدوا نقولوها بكل شهاده لله، دراهم الرئيس هو اللي عاود يمد، هذه شهاده لله يحب الشر وما يحبش يا خويا. لا معليش انا رئيس اي رئيس في فرق اخرى اللي يجيب المال احنا نقولوا له ها حقه، ورا المشكل ما فيهاش مشكل. مصطفى انت كنت عملت تما في ثوره صاروا لك مشاكل ما نعاودوش نقولوا لها، لكن هل تشوف انه الفريق صاروليش مشاكل كمجلس اداره معليش اليوم هنا نوضحوا الرؤيه، راك مع الرئيس محمد زرواطي ما كان حتى مشكل ربما هل تشوف بلي انه باستثناء ربما مامون حمليلي ومراد الضغط نقولوا مجلس اداره شبيبه الثوره عندهم مجلس اداره قوي ربما يعملوا في الخفاء ولا غير؟ لا عندهم هما، شوف الرئيس هنا عنده المجلس تاعو، قلت لك الاستقرار سي تري زابورتون، الاستقرار هذا راهم عندهم 5 سنين او 6 سنين تقريبا هما نفس الاداره على راسهم بيان سور سي محمد مي، ولكن يعني تشاوروا وكذا، والاستقرار خاصه الاستقرار قعدوا اليمام صافي 6 سنين يعني من طلوع 8 سنين الله يبارك وهما قاعدين، دونك هذا سيتي فورس، هذه راهي قوه كمان، قوه لاي فريق عندما تكون هذا الاستقرار هذا راح يجيب لك الاشياء الايجابيه. سي زرواطي قلنا شنو هما الاخطاء ربما اللي ارتكبتهم في المواسم الماضيه وصححتهم هذا الموسم باش حققتوا هذه النتائج؟ على بالك كره ما نخفاش عليك، كره القدم هذه محدك عايش في الاخطاء، محدك عايش في الاخطاء ودائما تصحح.
كما قال لك زميلنا ياسين شغل الترحيد في كرة القدم لكن ياسين على بالك ياسين ونتعلموا منه هو ثاني في التورط هكا هو ثاني نتعلموا منه ندوا من عنده احنا نشوفوا وندوا من عنده. وشنو هما الاخطاء ربما لهذا الموسم ربما باك درتهم الموسم القادم راح ربما ما تزيدش توقع فيهم اكيد قضيه المدرب. احنا الا كان هذه الاخطاء نتاع المدرب لكن تقولوا انتم اخطاء. احنا بدينا غير بسيموندي عاود ولا كودا كان بريباراتور فيزيك ما جبناش مدربين احنا ما جبناش هذوك كانوا عندنا سيموندي مدرب رئيسي كودا كان بريباراتور فيزيك قاعد اقول لك ادجوا ما جبناش كان استقرار نعم لانه ما تغيرش في الاسماء وكاين فرق اسمح لي كاين فرق اللي راه يبدلوا المدربين وما يقولوش عليه كيما حنايا بالربعه بالخمسه في بالربعه على خمسه. حنا صبرنا سيموندي كودا كريم غير اللي كانوا عندنا كملوا بانوا عليه. نعم اكيد. نقطه اخرى ربما حتى اليوم يكون نقاش صريح واكيد انه ماشي كل يوم تكون عندنا في الاستوديو راح نغتنموا وجودك اللي كل حبوا يعرفوا الناس ربما لاعداء النجاح انا نسميهم يقولوا باللي الفرق تتحقر في بشار على هذيك نخسروا هذيك اللي اخذنا نتائج ايجابيه. اليوم حتى شفنا لقاءات متلفزه. واش الرد تاعك على هاد الناس ودي بدليل انه حتى الجوله الاخيره في قضيه اتحاد البليده ما شفنا شباب التصورات دا حتى ويكلوا. هي في الحق على بالك هذا السيستم فيلم راه يدور في 5 سنوات. الفيلم هذا يدور لما يربحوك يقول لك ناس كرامه هادو ولما تربح يقول لك السخانه ويقول لك الضغط ولا دارونا ضربونا. انا والله ما نعرف انا الفيستير تفاصيل الفيستير ما دخلتلهاش تاع البليده نهار البليده ما دخلش الفيستير على فان دو ماتش ما دخلتش والله ما شفتها هما اللاعبين يقولوا كاين شي حاجه ولا فيستير انا ما دخلتش على فان دو ماتش ما دخلتش على بالي مع الخساره كانوا يقدروا ينبشوا واحد ما حبيتش ندخل كاع. ولكن هذه انت الضغط وهذه مانيش عارف انا واش اذا ما كان سخانه يقول لك الضغط ما كانش كل حاجه ضربونا شهاده حق. ربما انا جيت في لقاء شبيبه القبائل كان كلام كثير اثير لكن الطريقه اللي استقبلت بها شبيبه القبائل طريقه اكثر من رائعه. كنا متواجدين بالملعب انا وزميلي اسلام مشتوى في حصه من المدرجات كل شيء كان سير عادي. لذلك احنا حبيت بنوجه لك هذا السؤال باش الناس تعرف باللي فريق شبيبه الصوره يفوز على ارضيه الميدان. على احنا من حنا ندبلاصو جامي جينا قلنا انه حنا حاجه احنا ثاني صراونا مشاكل ولكن مشاكل تقعد تما في السطاد. احنا ثاني صراونا مشاكل كبيره مع الناس. بار اكزومبل وين هذا الموسم كان تعرضوا المضايقات ربما احنا دائما تعرضوا المضايقات مي جامي نمشيو نديكلارو تعرضنا المضايقات مضايقه للناس تاع الزايده الهضره الزايده هذا الزايده الديكلاراسيون اللي دارها جلول زهير هضره الزايده هذه منين جا داخل في السطاد لقاني قال لي الله يعطيك الصحه على الخدمه اللي تخدمها كلشي على فان دو ماتش كي خسر وحنا كنا نديروا التعادل كون ما جابش ربي الهدف هذاك تاعهم كنا نديروا على التعادل. اكيد. حتى معزيز في مباراه شباب بلوزداد كنتوا ضيعتوا نقطتين ثمينتين والامور كانت سارت بشكل طبيعي. سارت بشكل عاديه وين بالك كنا حابين نربحوا هذاك الماتش ما ربحناش مي فان دو ماتش خرجنا نورمال ما صرا والو الحمد لله. حتى انت ديبوتين عفوا كنت تسمع دي زيكو هكذا اللي يقول لك لي روح للبشار والضغط وكذا لكن لما لعبت في هذا الفريق واش شفت حقيقه؟ انا فريق شباب التساور لعبت عندها 4 سنين نهار كنا في القسم الوطني تاعي وانا كنت معاهم في بارادو ما استقبلوا احسن استقبال ما هذا العام. نعطيك مام دي زيكزوم ما خسرناش غير مع السي ال بي ما درناش غير لي زيشاك مع السي ال بي مع حراش مع سطيف مع لمسيو مع الاربعه نورمال ما ماشي زعما قال نهار نربحوا قال ربحونا بون نخسروا ما حنا ما نربحوش غير في بشار حنا ما جبنا دي ريزولطا في الياس ما ربحنا في الاربعه في لازمو ان شاء الله. دوك لي سيبورتر تاعنا سي تو طافي سيبورتيونا حنا ماشي سيبورتيو ليكيب ادفيرس. هذه عزيز ربما شنو هي نقطه القوه تاعكم في الفريق هذا الموسم؟ عندنا بون انا نظن بلي عندنا روح المجموعه وين يا سارتين كومبليسيتي بين لي جوار انا شغل اخوه ما كاين كما يقول لك نيه متبادله بين الطاقم الفني والاداري واللاعبين الحمد لله هذه اللي خلاتنا نافونسي ونحققوا نتائج ايجابيه الحمد لله. اسمح لي تفضل باش نجيك تاع الجوله 27 تاع شباب بلوزداد اللي كانت روبورتات على بالك انا صارت لي فيها مشاكل كبيره مع الانصار اللي يقولوا لي كانوا قالوا لي تخاف من القرباش راك تخاف باسكو قرباش رئيس الرابطه محسوب عليه السير على شباب بلوزداد ما قالوا ليش راك بعت الماتش قال النص يقول لي بعد الماتش والنص يقول لي خفت قرباش وبشهودهم هما هنا كاع الناس كاع كانت عيني خفت قرباش. نعم في تلك حتى ما شفناش احتجاج من طرفكم لانه قانونيا من حقكم تفوزوا بالنقاط المباراة لكن مع ذلك كنتوا قبلتوا باش يتأجل اللقاء لأنه في البي في تاع
الخطوط تاع المباراه ما جاتش باللي من الخطوط الجويه الجزائريه، لانه كانت اشارت بان هناك مشاكل كان قادرين يجوا على وهران ولا يجوا من قبل 3 ايام ولا 4 ايام من قبل، لذلك ربما انصار شبيبه الثوره غضبوا. انت هنا تساهلت ربما. ماشي تساهلت، لو كان جيت نهضر انا بعدا ما في مشكله زرواطي كيما تاع المدرب، كيما تاع المدرب خليتها تمشي على حالها، تمشي على حالها. الناس جات في الطياره باسكو هذه مليحه لينا حنا، علاه مليحه لنا؟ باسكو حنا اللي عندنا لي ديبلاسمون بزاف، خاطر اخرى ديبلاسمون ما تجيش طياره الماتش يتعاودنا. ما ينساوش انصار الثوره ماهمش خصو يكونوا انتي، حنا ربحنا في هذه القضيه، ما خسرنا ربحنا 2 نقاط وتكلاسينا البوديوم، بصح ربحنا شيء اخر احترام. دوك منين نجي ماشي انا لقسنطينه ماشي للسطيف ماشي لهادي ينوض الفونت صابل ما كاش طياره الماتش يتعاود روبورتي لاندي ماردي. يلا زرواطي، علاقتك ربما تدهورت ببعض رؤساء الانديه، ما فهموش ربما في كل مره هذه رؤساء تهجمات وكلام متبادل. كيش علاقتك برؤساء الانديه تاع الرابطه المحترفه الاولى؟ انا والله ما عنديش بزاف معالقه مع الرؤساء بزاف باسكو مع الموقع الاستراتيجي البلاصه بعيده كل شيء، عندي معالقات هاتفيه بزاف، معالقات هاتفيه عندي مع الرؤساء. وعلى بالك كاين الرئيس اللي يبغي يشوف فيك الفوق ويشوفك حتى لتحت، انا ما نقبلش. سي نورمال، فريق كبير، فريق كاين بزاف الناس اللي يبغوا يشوفوك لتحت، راك في باش راك لتحت، هو راه الفوق في العاصمه ولا راه في العاصمه تاع الشرق. انا ما قبلوهاش ربما فريق شبيبه الثوره 4 سنين في القسم الاول اللي في العاصمه تاع الصحراء. خصنا نشوفوا كيف بعضنا بعض، ما نشوفوش جنوبنا العزيز نفتخروا به وما كاش حتى هذه الامور. بورسون دائما تلقى الناس تدخل في صراعات على هذا الشيء هذا. ومع الرئيس بابا كيفاش رئيس مولديه وهران كيفاش راهي العلاقه؟ راهي لاباس بابا خلاص راهي لاباس. هذا نتمنى ان شاء الله تكون العلاقه مليحه مع كل رؤساء الانديه. تفضل كويس، حبيت تعطيني سؤال. نزيد فيما يعني تكلموا مقبله، تكلمت على العنف. هذا يقول العنف. سؤال على بالك حاب تطرح؟ لا العنف تقول في بشار، انا عشت ما قلت لك تقريبا 6 شهور ولا 4 شهور، عرفت. شوف اشياء نقدر نقول استثنائيه، مي هذه توقع ماشي غير في بصر استثنائيه. نقول بعض المباراه الحجم تاعها يردك انك تكون يعني على ضغط، وهذه ما يصرى، وقلتها من قبل ما تصراش الا في بشار. في كاع الملاعب كما كان يقولوا، في كاع الملاعب هم لاعبين يروحوا يلقاو ضغط في ملاعب، لانه كاين رؤساء، اسمح لي مصطفى، انه كاين رؤساء يبيعوا الوهم للانصار تاعهم لما ينهزموا في بشار يقولوا لهم الضغط والانصار وما على بالناش. الوغ حنا رانا نشوفوا، وهذه رانا جاوبناهم بهذه الطريقه، نجاوبهم. انا قلت لك انا كمان مشيت انا وسي مصطفى نتفرجوا واحد الماتش، مشيت انا وياه العام اللي فات، لا داعي شكون الماتش هذاك، لا داعي نقولوا شكون، طردوني. لا ما دخلش، طردوني هو معايا وطردوني، ما تفرجنا الماتش ومشينا وما جيتش شكيت لا في التلفازه، ما قلت لا، من حقك الابواب دائما مفتوحه لك. لا نقول لك ما شكيتش، انا تاع شبيبه الثوره وتاع ناس الجنوب على بالهم بلي نحبوهم ونعزوهم بزاف. ما شكيتش تبع كيفاش حنا نديروا زعما نجبدوا السيوف الناس نضربوا الناس، ما حناش عارفين واش حنا نديروا، والله مانيش عارف. كلام زائد وكلام الوهم انا نقولوه. هذيك لما تضربها ب 4-0، هذيك 4-0 هي اللي تبلش صوالح اخرين تبين له يولي تخيل شيء اخر. العنف 4-0 هي ولات العنف. يلا سؤال اخر ربما، هل حان الوقت ربما باش تهديو ناس الجنوب وناس الثوره لقب كاس جمهوريه ولا بطوله وطنيه؟ واش نقول لك، كاس جمهوريه ولا لقب وطنيه؟ واش نقول لك، سؤال حد يجوا مع الوقت ان شاء الله، نتمنوا ولا لا. توعدوهم بدايه من خلاص اليوم لحقتوا فريق راه في المرتبه الثانيه، ما عندوش ضروه يعاود يولي يلعب. يعني خايف نروح الى نوالفوا شوف يا زليك الولف صعيب. يلا نجم عزيز، ربما الانصار ما يطالبوكم باش الحق الوقت باش تدوا لقب لشبيبه الثوره. ان شاء الله نديو الريبو ديالنا، ريبوزيو مليح، نريكيبيريو مليح، وكي تبدا لا سيزون الجايه هذه ان شاء الله نبريباريو مليح، نديرو من بون بريباراسيون وين نكونوا نتعاونوا ونكونوا سوليدار باش نحققوا نتائج مليحه ونحققوا مرتبه مليحه ان شاء الله. تيبوتي الموسم الاول تاعك تالقت، الموسم الثاني راهم يستناو منك اكثر انصار شبيبه الثوره، واش توعدهم؟ لا قلت الموسم الاول تالق، الموسم الثاني جدوا كونفيرمي واش درت هذا العام ان شاء الله ما يجيش هكذا كما قال نجيب بالخدمه و اون بون بريباراسيون سيريو ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. الاولاد كاع اللي جبناهم السنه ودرنا فيه الثقه كاع راهو ترو دوموندي يلا اللاعبين تاعك مطلوبين على كنت عطيت لي سؤال، عطيت لي سؤال سي ربما لاعبين تاعك مطلوبين على غرار تيبوتين معزيز وايضا زيري حمار، اللي حب يدي لاعبي تاع اتحاد الثوره واش لازم يدير؟
خصو يديروا كيما شباب الثوره، علاه ما يدبرش لاعبين ويعطي الكونفيونس للناس ويجيب لاعبين جديد. خصو ما يشوفش غير الفريق اللي يجيب شباب الثوره، تجيب فريق وتعطيه الثقه يمشي يديه، هو خصو يدير الثقه في روحه ويجيب لاعب ويدير فيه الثقه. صح جاوبنا. عندنا مي صلاح، حنا جانا منين مي صلاح جانا من درنا فيه الثقه، لاعب كبير. صح لاعب كبير. صح سي زرواتي قلنا. عندهم دي كونطرا ما عندك. صح سي زرواتي قلنا عندهم دي كونطرا. خلينا يجاوبنا. تاع نخافوا لا علاه فريق الفرق الاخرى، علاه ما ديرش كيما هكا تجيب واضح سي زرواتي ما بقناش تجيب وجوه جديده. سي زرواتي صح حبوا طيب سي زرواتي واضح. انا عندي الحماني طيب تما، واضح انا طيب تما الحماره عندي. لاعبين تاع شبيبه الثوره ماهمش للبيع. واضح نقولوا لاعبين تاع شبيبه الثوره ماهمش للبيع، ولا يجيبوا لكم الاورو ولا ما فهمناش. لا كانش دي بروبوزيسيون، احنا هنا حاضرين واجدين يعني مستعدين باش تتفاوضوا بعد صح. هذو خاطئين هذو بعد صح. الموسم القادم بديتوا تفكروا فيه تجيبوا لاعبين، ممكن تعطينا شحال عدد؟ ما نقولولكش الاسماء لانه حاجه سريه. الاسماء ومالهم فيرس واحد 5 6 جوار ان شاء الله. 5 جوار. يلا الان راح نمروا للمنتخب الوطني المقبل يوم الخميس على مباراه حاسمه في مصير التاهل، يحتاج لنقطه من السيشل. راح نشوفوا التقرير وبعدها نعود نقول له. بعد 8 حصص تدريبية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وضع فيها المدرب نبيل نغيز الخطة والتشكيلة التي ستواجه منتخب السيشل لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2017. طارت عناصر المنتخب الوطني في رحلة خاصة إلى فيكتوريا عاصمة السيشل، منقوصة من خدمات عدة عناصر أساسية يتقدمها إسلام سليماني المعاقب، ورياض محرز وياسين إبراهيمي المصابان، إضافة إلى إبراهيم بدبودة ووليد مسلوب المعفى من التربص. ان شاء الله راح ربي يوفقنا ان شاء الله باش نديو معسكر في المستوى ونحضروا المنتخب في احسن ظروف، وان شاء الله نروحوا للسيشل باش نعودوا يعني بتاشيره التاهل الى كان 2017. C'est un match qui est très important pour nous, c'est le dernier match de la saison, donc on a envie de finir sur une bonne note. بالمقابل سيستفيد نغيز من عدة أوراق رابحة يتقدمها المتألق رشيد غزال ورياض بودبوز المتواجدان في أفضل حالاتهما، إضافة إلى سفيان هني أفضل لاعب في الدوري البلجيكي والعائد هلال العربي السوداني. Il y en a 4, non 4, oui. Il y a Brahim, il y a Islam aussi qui est pas là, mais on va dire le groupe assez étoffé pour pouvoir remplacer les joueurs. رغم سهولة اللقاء على الورق لرفقاء القائد مجاني، فإن الخضر يحتاجون للعودة بنقطة على الأقل لضمان التأهل إلى الكان مبكرا والتفرغ لتصفيات المونديال في انتظار وصول الاسم القادم لتدريب الخضر. مصطفى، المنتخب الوطني في السيشل هذا الخميس تخصه نقطة واحدة، مباراة نوعا ما في صالح الخضر. بيان سير قلنا انها في متناول، يعني عندما تشوف واش قلت لي في الكواليس تروح انت والرئيس نروحوا بهذاك نشدهم؟ لا نقصر نضحكوا. لا نقول باللي الفريق في السيشل في متناول الفريق تاعنا، رغم يعني غيابات ابراهيمي الاخرى، نظن كاين مجموعه موجوده، ونظن ما راحش يكون اشكال النقطه، او انا نظن حتى يعني ما لازمش يبتغي من غير ثلاث نقاط. عزيز، غياب سليماني انت اللي تعرفه جيدا، كنت شجعته كي جا شباب بلوزداد من اتحاد شراقه. اسلام سليماني لعب معك في شباب بلوزداد، راح يغيب على هذه المواجهه، تعرفوا مليح اسلام. نظن باللي اسلام سليماني لا في سي بروف في ليكيب ناسيونال ميم مع الكلوب ديالو، وعنده ثقل في الفريق. نظن باللي كاين لي جوار، كاين دوطر جوار اللي يقدروا يخلفوا في هذه المباراه. ان شاء الله كما يقول لك يحققوا نتيجه ايجابيه، ان شاء الله تكون المهمه تكون سهله للشيخ نبيل نغيز اللي كان لونطرينور ديالي. نتمنى له حظ موفق وان شاء الله يديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. نظن باللي مباراه تكون سهله. تيبوتي انك تخمم في المنتخب الوطني، ربما انه شاب والمستقبل امامك. ان شاء الله كما يقول لك، كما قلت لاعب شاب انا طموح. ما كاش جوار ما يخممش سي ان اونور دو بورتي لو مايو ناسيونال. ان شاء الله تكون التفاته ونزيد نقعد نخدم ولما لا نوصل لهذيك البلاصه ان شاء الله. سي زرفوطي، نشوفوا لاعبين الثوره في المنتخب الاولمبي، لكن في المنتخب الاول مازال. وقتاش نشوفوا لاعبين تاع الثوره في المنتخب الاول؟ ان شاء الله لابد خصنا نطلبوا من لي سيليكسيونور، خصو يجوا يشوفونا في الثوره ويشوفوا اللاعبين تاعنا. انا كنت تكلمت مع الحاج محمد رورا رئيس الفيدراليه باش يجي يشوف
الفريق تاعنا ولا يبعث هاد الجماعه اللي راهو يشوفوا لي سيليكسيونور باش يشوف. قال لي ان شاء الله غادي نبعثوا تما. شكون ترشح عندك في الفريق ينجم يكون في المنتخب الوطني الاول؟ شكون الجوال اللي راك شايفه في المنتخب الاول ينجم يكون يعاون لاعب ما عندك من الصوره ينجم؟ من بعد تزيد له تجي تزيد له في الهضره ما تقولش ماشي نزيد له في الهضره الاخر يقول لك على ما قلتش انا. الرئيس ذكي ربما ما حب يجبد ما حب هو يشوف بعينه. ما حب يجبد حتى اسم مصطفى. ربما نقولوا مباراه كما قال معزيز نبيل نغيز المباراه الاولى تاعو تتوقع له النجاح، نشوفوا خطه جديده نشوفوا اللاتوش تاعو. لا ولا المنتوج زعما راح تغير يعني طريقه اللعب من المستحيل كمان في مباراه واحده، ولكن نقول باللي المستوى تاع الفريق تاعنا حتى معروف يعني عندما ولينا حافظينه درك الان يعني ربما نعطيو ليكيب 90% 90% نعطيوها ليكيب باسكو باينه كان عامل من قبل هي ابراهيمي ربما محرز. لا كاين اللي يعوضوهم، كاين عندك اللي جوار درك، وخاصه لو كان مع فريق يعني قوي اخر مثل السنغال الكاميرون غانا نقدر نقول لك الغيابات، ولكن راح تلعب مع السيشال كمان. مصطفى فيه له شويه غياب محرز وابراهيمي. الناس كانوا يقولوا بعض الكلام سمعنا بلي انه اعتذروا على اللقاء ماشي اصابه فعليه، واش رايك؟ العلم لله، انا ما هذه ما دخلت ما رحت لسيدي موسى ما راني طبيب الفريق. انا نظن باللي كلام هذا يجيبوه لا الناس قالوه ولا كان صح سي كراف، مي لا ما عندكش ادله يفو ميو سون باس. سيد رباطي الموسم القادم رابطه ابطال افريقيا يعني تطمن انصار شبيبه الثوره بانه يعني يومولوجيو لكم استاد بصفه عاديه؟ استاد اليومولوجي ما فيش بالك فيه صوالح نخدموهم منصه شرفيه ولا منصه شرفيه ولا شويه صوالح تاع الصحافه ولا حاجه صغيره. الاستقبال راح يكون في الملعب بالشهر الثامنة على الساعه 8 مساء في اجواء خياليه ان شاء الله نشوفوها. في اجواء اوروبيه ان شاء الله. اوروبيه ان شاء الله. افريقيه اوروبيه افريقيه اوروبيه. وحنا عندنا ثقه في انصار شبيبه الثوره. هذا الانصار اللي يمكن لهم معزه كبيره. لان باش نعطي لهم رساله. تفضل مصطفى. انا قبل ما نروحوا الكلمه شفت يعني الجماهير تاع بشار والله نقول لهم حقهم في كيفاش يعني يدعموا الفريق تاعهم. يعني شفت فرق اخرى ولكن تاع جماهير بشار انا نقول لهم يعطيكم الصحه كملوا هكذا لما لا ان شاء الله فوز او انتصارات اخرى ان شاء الله في المستقبل. بس يديروا لكم ضغط. واعطينا كلمه اخيره على الانصار في نفس الوقت. كاين ضغط فيها؟ بون انا بيرسونيلمون كان ما يكونش ضغط ما تكونش لازم ما تكونش مليح تكون عندك الضغط هذاك باش زيد تكون 200% زيد تخدم وزيد ان شاء الله كما يقول لك. هذا حنا كونترار هذا الضغط اللي يديروه هنا كونترار حنا ناخذهم الكوتي بوزيتيف باش نديروا بلوز ديفور وان شاء الله نحسنوا الامكانيات ديالنا العام الجاي. وان شاء الله كما هذا العام كانوا دعم معنوي معنا في لي ديبلاسمون الحمد لله ما خيبنا لهمش الظن ديالهم وهذا واجب نديروا حنا اتجاه الفريق والحمد لله حققنا المرتبه الثانيه. هذاك هو البليز امبورطون. وان شاء الله العام الجاي نخدموا وبالخدمه ان شاء الله اللي نحققوا نتائج ايجابيه. تيبوتين ربما ايضا الموسم القادم كيفاش راك تشوف فيه؟ كلمه اخيره للانصار فريق شبيبه الثوره. الانصار الموسم المقبل ما راهوش راح يكون سهل كيما كاع المواسم. ما علينا غير نخدموا السيري وهكذا. وان شاء الله على فريق على الانصار تاعنا نطلب منهم باش يقعدوا توجور دارير ليكيب يساندوا اللاعبين يساندوا الاداره كيما هذا العام قدموا لوحات رائعه. ان شاء الله يقعدوا توجور العام الجاي هكذا ان شاء الله. سي ثروت يعطيك الصحه اللي لبيت الدعوه ونقولوا لك النهار بيتك الوقت اللي حبيت راهي مفتوحه لك. في النهايه لما نشكون تشكر على هذه المرتبه الثانيه اللي ما هي سهله. شفنا فرق كبيره وعندها امكانيات وعندها تاريخ ما قدرتش تحقق واش حققتوا انتم. ربما كلمه اخيره اكيد عندك ناس حبيت تشكرهم اللي كانوا يخدموا معك. نشكر شركه انافور على الدعم موش غير المالي ما من المعنوي. يحضروا معنا في التليفون يجوا يحضروا معنا هنا في الماتش يحضروا هما مشكورين جدا. وهو مشكور المدير العام ومنشكروا السيد الوالي اللي كان عنده نيه صالحه اللي حب باش يخدم مع الثوره. كان دنا عرضه السيمانه اللي فاتت وحاب الخير للبلاد. مشكور رئيس البلديه اللي عنده دائما يتبع فينا بالدعم المالي والمادي. نشكر رئيس المجلس الشعبي الولائي ومشكور الطاقم الاداري كاع كما هو الطاقم الطبي والفني كاع اللي الناس اللي خدمت معنا. ونشكر ثاني الانصار الثوره اللي كانوا ثاني واقفين معنا ونتمنوا له يزيدوا وقفوا اكثر من واقفين باش ان شاء الله نديروا مشوار مليح ان شاء الله في ابطال افريقيا ان شاء الله.
وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية العدد والحصة صدى النهار. ننتقل الموسم القادم. تحية لكل لمن تابعنا هذا الموسم، وأيضا لمصطفى كويسي اللي رافقنا طيلة هذا الموسم. يعطيكم الصحة. موعدنا العام القادم ولا الأسبوع القادم. صراحة إلى اللقاء.